لا شك في أن النظام السوري يعيش أيامه الأخيرة، لكن أيامه الأخيرة هذه قد تمتد بعض الوقت، تمتد إذا أرادت روسيا أن تساوم على سوريا، أي ألا تبيع سوريا هكذا بثمن بخس، وإنما تأخذ مقابل لسوريا في أوكرانيا على سبيل المثال. تمتد إذا أراد الصين أن يوازن في علاقاته الاقتصادية التي أصبحت تعاني الآن من مؤامرات أمريكية عميقة. تمتد إذا أرادت إيران أن تشترط خروجها من اليمن ببقاء بشار الأسد. تمتد إذا خافت الولايات المتحدة الأمريكية على مصالحها أن تتأثر في ظل غياب المقاول الذي لم تجد بديلا له حتى الآن. تمتد إذا اندفعت دول عربية معروفة إلى مؤازرته بطريقة سافرة، صحيح أنها ستؤذي هذه الدول وستؤذي النظم الانقلابية فيها، لكنها على الأقل ستطيل الأمد إلى وقت ربما تأتي فيه فرصة أخرى من السماء لبشار الأسد. لكن العجيب أن بشار الأسد لم يخلق لهذه المهمة التي هي أصعب من كل المهام التي صادفت والده. فحافظ الأسد الذي حكم حكما رسميا مباشرا من 71 وحتى وفاته، حافظ الأسد الذي كان الرجل القوي في سوريا منذ 66، حافظ الأسد الذي ترقى مرة واحدة من رتبة صغيرة جدا في الجيش السوري إلى رتبة اللواء ليصبح بمثابة قائد القوات الجوية ووزير الدفاع، ثم صاحب الكلمة الأولى في حزب البعث، ثم قائدا لما أسماه حركة تصحيحية في 70 ورئيسا للجمهورية. حافظ الأسد عاش حياة اكتنفتها مصاعب، لكن لم تكتنفها هذه المواجهات العنيفة التي تواجه بشار.